Hi fellas and welcome to my gossips. النهارده الجوسب هتبقى مختلفة لتاني مرة لأن أنا مش قادرة أسكت بقى بصراحة. يعني أنا بتابع مسلسلين في نفس الوقت، واحد جديد وواحد جديد برضو، بس واحد جديد لممثل أنا بحبه كنت مستنية المسلسل ده، وواحد تاني ترشيح الناس. اللي هو ترشيح الناس مش عارفة أحكم عليه، يعني هو كقصة حلوة، كأحداث مملة جدا. أول مرة أمسك تليفون وأنا باتفرج على مسلسل من المسلسلات بقى لي فترة، سايبة المسلسل شغال. أحداث مملة، أحداث مملة أوي، مملة جدًا. ليه بنطوّل كل ده لمّا نخش في الأحداث؟ يعني لو هي القصة مش جامدة أوي كده خلّصوه في 4 حلقات، ليه 10 حلقات ومطوّلين معانا أوي؟ ما علينا. يعني المسلسل اللي أنا باحكي لكم عليه ده اسمه The Witch. أنا نفسي أخلّصه، يعني أنا قعدت عليه يومين، خلّصت حلقتين في أول يوم وحلقتين تاني يوم. عايزة أنجز، عايزة أطلع أقول لكم عليه إيه القصة وإيه بس مش قادرة. عمالين تعيدوا وتزيدوا بقى، خشوا لنا في التفاصيل على طول. أنا في رابع حلقة دلوقتي بجد، مش عارفة هاكمّل والّا لأ، بس لو كمّلته هاطلع أقول لكم عليه بقى تفصيلًا. عشان اللي عايز أو هاحرقه لكم عشان بقى إيه عقابًا في المسلسل، بس عشان ما حدش يضيّع وقته معاهم بالمسلسل عشان مضايقني. تاني مسلسل بقى بتاع جي تشانجو. يا جدعان، يا جدعان بقى، يا جدعان الراجل ده خلاص، الراجل ده خلاص. أنا ساعات بانسى إن هو ممثل perfect من كتر ما أنا بينزّل مسلسل كل قرن. إيه ده، إيه ده، ده من أول حلقة تقريبًا علاقته بالبنت دي قعدت معانا حلقة وأثّرت فينا ساعة لمّا مشيت. أنتم متخيلين أنا فين دلوقتي؟ مسلسل ممل جدًا في حلقاته، ومسلسل ال4 حلقات أول ما نزلوا أنا خلّصتهم في ثواني. ما فيش ولا لحظة. ما أنا كنت باتكلم مع صاحبتي بتقول لي: "أنا ما عرفتش أقوم من على المسلسل." قُلت لها: "ولا أنا بقى لي كتير ما قعدتش قدّام مسلسل كده." سِك. أنتم عرفتوا أنا فين خلاص. حاسة إن ما بين الأربع ده والأربع ده أنا هاتفرج على The Manipulated وهاسيب The Witch ده بعدين بقى. كل سنة وأنت طيب. The Manipulated I recommend it أوي بقى، أوي بقى. يعني أنا عايزة أفهم قصة هذا المجرم اللي طالع ده، اللي آخر حلقة خلصت بgame. يعني أنا حسيت إن أنا في Alice in Borderland أو The Squid Game، مع إني ما اتفرجتش عليه بس عارفة الtheme بتاع المسلسل أكيد. يعني كل شوية بقى عارفين إن هو إيه، يعني خلاص هو خارج، خلاص هو خارج من السجن، رجع السجن تاني. جماعة، يا جماعة أنا كل أمّا خلاص نقول ن نرجع. المشكلة إن هي بتبقى في آخر لحظة، يعني خلاص الموضوع محسوم، أنا مش باتوقع، الموضوع محسوم قدّامي. خلاص خرج من البوابة، بترجّعه تاني ليه يا uncle؟ التقوى والإيمان خلاص حلّوا عليك. ده الراجل ما بيلحقش يفوق من حاجة، يخش في حاجة تانية. بجد أخوه مات، هو كان هيموّت نَفْسه، ما عرفش يموّت نَفْسه. لمّا هو اتسمم، ناس دخلوا ضربوه في المستشفى بعد أمّا اتسمم، وغزّوه. بعد أمّا غزّوه راح متاخد عند الراجل ده عشان يلعبوا بيه. فاللي هو إيه بقى، ده manipulated جدًا. يعني أنا كنت مفكّرة الposter بتاع المسلسل over بقى، وإيه يا عم مسلسل أكشن لأ، ده يستحق مش ده يستحق الضرب. ده أنا لو مسكته هافرمه. بجد مسلسل تحفة. يعني إن هو معيّشنا معاه أوي كده ومخلّينا مستعطفين الدنيا، عارفين اللي هو أنا حاسة إن ال4 حلقات دول كلّهم جايين عليه، اللي بعد كده ليه بقى، بس أنا مش عارفة هيبقوا ليه من أنهي جهة. يعني الحماس 2000. فهاطلع أقول لكم على The Witch لمّا أخلّصه بقى إن شاء الله كده، و The Manipulated كده فوق التقييم خلاص من ال4 حلقات الأولانيين دول. ف هاطلع أقول لكم على The Manipulated لمّا أخلّصه، وThe Witch بقى لمّا أخلّصه كلّه هاطلع أقول لكم عليه كلّه عشان أحرقه لكم. أنا كده ما باحرقش المسلسلات، بس عقابًا في The Witch عشان زهقني هاطلع أقول لكم عليه كلّه عشان زي ما قُلت لكم مش ما تضيّعوش وقتكم. جاية لكم وأنا مخلّصة حلقات المسلسل. هل أنا استنيت لحد يوم الأربع اللي هو المفروض هييجي فيه The Manipulated؟ بصراحة لأ، اتفرّجت على ال6 حلقات اللي فاتوني في يوم واحد. شُفتوني وأنا ثابتة على مبدئي. إيه اللي اتغيّر؟ أنا هاحط لكم my raw reaction
دلوقتي عشان تعرفوا إيه اللي اتغيّر، وهاحكي لكم بقى ابتديت أحكي لكم قصة المسلسل، وهو إيه اللي شدّني بقى من بعد الحلقة الخامسة. حاسة إن أنا وصلت في مرحلة عاجباني في المسلسل. أنا في الحلقة التامنة والأوضاع ابتدت تبقى محمسة. 그랬으니까 뭐라고? الحقوني بس 난 يقولوا إيه كده. 그녀가 말 한마디 해보고 싶어서 지금 이렇게 엉망진창이 되어버려. 아직도 모르겠어? 당신만 법칙에서 벗어난 이유를? 당신은 방주장의 덫을 가질 자격이 없어. عشان هو مات. شيل الفيديو 다 그래? 사람은 다 불안하잖아. المسلسل ما ياخدش هو فوق التقييم. أنا آسفة، أنا آسفة. المسلسل تحفة، النهاية تحفة. شُفت أنا كنت أنا ما كنتش مصدقة إن أنا دي هتبقى أحداث المسلسل بعدين بالتتابع، وكل شوية يبقى في مفاجآت، فخلّيني أبتدي لكم أحداث المسلسل واحدة واحدة كده. K-drama اسمها The Witch 2025. بيتكلم عن بنت كل اللي بيحاول يقرّب منها أو يعترف لها بحُبّه بيموت. كل شوية كل أمّا حد من الولاد يعترف لها بحُبّه، يا دوبك بيبعد عنها بس تلاقيه مات. طبعًا طلع عليها إشاعات إن هي بقى ساحرة، وإن أي حد بيقرّب منها بيموت من وهي صغيرة، حتى مامتها لمّا جات ولدتها ماتت، وباباها مات، كده يعني. كان في ولد معاها في ثانوي، هو ما كانش مصدّق عنها الإشاعة دي، وكان عايز يغيّر الوضع بس مش عارف يعمل إيه. فكان عارفين بيحاول يدرس الوضع من بعيد، ما اتكلمش معاها ولا مرّة، وما قالهاش أي حاجة ولا مرّة طول فترة ثانوي. ولمّا طلعت عنها الإشاعة دي هي مشيت، هو كان مقرر إن هو يتكلم معاها وهي مشيت. طبعًا هُم ساكنين في نفس البلد في قرية كده، ف وهُم بيتخرجوا كان رايح لها البيت يحط لها زي ورد كده، بس هي فتحت الباب على طول، لإن كان صاحبتها قبليها كانت حاطة لها ورد والكتاب بتاع التخرُّج، فهو كان جاي يحط لها الورد فراح جه. ما علينا، الولد ده لمّا اتخرّج بقى زي محلل بيانات data analysis، يعني مفكّراه مكمّل معانا كده، أتاريه ليها دور. يعني هو ما بيشوفش أي حاجة كده وخلاص، هو أي حاجة قدّامه بيحلّلها بأرقام، تحليل منطقي أوي ورياضة وحاجة ملل يعني ما ليش فيها أوي. اللي بيحب الرياضة هيحب الموضوع ده. بعد أمّا هو مشي يكمّل حياته واشتغل وكده بعد 10 سنين، هيقابل البنت دي تاني في المترو وهو راجع من الشغل. فافتكر مامته قالت له قبل كده إن هي لو أنت نصيبك إن أنت تشوفها هتشوفها تاني، لإن هي سابت البلد أصلًا بعد ما باباها مات ومشيت، وهو برضه اتنقل راحوا سول هُم الاتنين، بس ما اتقابلوش ولا مرّة، وهو كل ده مفكّر إن هي ما تعرفوش. تمام، تمام، ما اتعاملوش مع بعض خالص. وهو في الجامعة كان بيعمل بحث عن البنت دي، عاملها بقى هي المشروع، يعني عاملها إيه السبب اللي خلّى الناس في الوقت ده تتوفّى، هل كان في عدد وفيات في الوقت ده كتير. فكان بيشوف كل الإحصائيات اللي تطلّع البنت دي إن هي مش ساحرة، هو ما كانش مصدّق. فلمّا عمل دراساته طلّع إن البنت دي مش ساحرة، فراح ودّى الإحصائيات دي لمين، للدكتور بتاعه في الجامعة، فقال له: "على فكرة الافتراضيات اللي أنت عاملها دي كلّها غلط." قال له: "إزاي؟" قال له: "كل اللي أنت حاطّه ده كلّه ما بين عدد وفيات، ما بين عدد الوفيات في المدارس، الوقت ده حصل فيه وفيات كتير والّا لأ، إيه السبب بتاع الوفيات، هل كان في إصلاحات في المكان والّا لأ." فقال له: "أنت ما تحطّهاش على أساس كده، حُطّها على أساس البنت دي أهي، شوف إيه العامل المشترك في كل اللي أنت حطّيته ده." يعني عدد الوفيات في الوقت ده كانت هي موجودة، عدد الوفيات في ابتدائي كانت هي موجودة، كل واحد في الطلاب دول كان معاه كان مات، فكانت هي موجودة، فكل الإحصائيات بتودّي على نفس الطريق.
فاتضح في الآخر إن هي ساحرة، فخلاص يعني استسلم، وهو ما كانش عايز يستسلم، ما كانش عايز يصدّق ده. ف فراح القرية بقى عشان يجمّع بيانات، يعني يجمّع بيانات من المدرسة نفسها. هتقولوا لي إزاي؟ هاقول لكم واحدة من صحابه زمان شغّالة في المدرسة، ففتحت له المخزن. هو ساعتها بقى راح أول ما فتح كده قال بس هي دي الbig data اللي أنا عايزها، فخَد كل واحد حصلت له إصابة، راح اتكلّم معاهم وقعد يحلّل، هُم كانوا واقفين بيتكلّموا معاها قد إيه، المدة اللي هُم قعدوا يتكلّموا معاها فيها. آمم، يعني في ناس اتصابت زي ما في ناس ماتت، في 2 ماتوا، في ناس اتصابوا. اللي اتصابوا دول بقى هو جمّعهم كده ورا بعض من أول ما هي كانت في ابتدائي صغيّرة أصلًا لحد ما بقت في ثانوي. فقعد يشوف كده كل واحد خد محادثة ما بينهم وما بينها قد إيه، الولاد دول اعترفوا لها إن هُم بيحبوها والّا لأ، اعترفوا لها إن هُم بيحبوها، قد إيه المدة 10 دقايق، المساحة اللي هُم واقفين فيها أصلًا ما بينها وما بينهم فوق وتحت والمسافة القريبة ما بينهم وما بين بعض، فحسبها إن هي 10 متر. قعد يقول لو اعترفت لها بحُبّك يبقى أنت في خطر، لو عرفت اسمك يبقى أنت في خطر. لو اتجاوزت حدود 10 متر يبقى أنت في خطر، لو عدّيت 10 دقايق يعني المحادثة ما بينكم عدِّت 10 دقايق يبقى أنت في خطر، فكل دول بيؤدّوا إن أنت بتموت. بعد أمّا راح لأصحابها في الجامعة اكتشف حاجات تانية، في واحد فيهم كان ليه استثناء، فابتدى يدرس الموضوع. بعدها ابتدى يغيّر في الفرضيات شوية، واحدة، واحدة بيغيّر في الفرضيات، لإن هو ابتدى بقى بعد ما هو جمّع كل الdata اللي أنتم شايفينها دي، ابتدى بقى يدرسها على نَفْسه هو، بس هو ما ورّينهاش نَفْسه، هو راح البيت بتاعها لقاها بتطلب كل تلات طلبات بتاعة البيت، فابتدى إن هو يقدّم على شغل للمحل اللي هي بتجيب منه الطلبات، يبقى هو عامل التوصيل. أمّا هييجي يجرّب الحوار ده على نَفْسه يا عيني هيتصاب إصابات كتير جدًا، كتير، مع إنه دارس كل حاجة وكل حاجة فين، بس ساعات كده بت بتفلت منّه إن هو قعد أكتر من 10 دقايق، في مرّة اتخبط وما كانش عارف هو اتخبط ليه، ده حقق الشروط كلّها، فطلع عشان هُم اتكلّموا، فقعد يقول يمكن عشان إحنا اتكلّمنا، طَب إحنا اتكلّمنا قد إيه، قعد يعِد بقى 1، 2، 3 عدّهم لقاهم 10 المرّة اللي بعدها، قال لمّا أنا أتجاوز معاها لحد إن إحنا نقعد نتكلّم أنا أتكلّم وهي ترُد عليَّ، لو اتجاوز 10 مرّات ده كده غلط، ممكن يحصل لي أنا إصابة. فمرّة كان هو خَد risk وهي كانت بتطلع رحلة اللي هو الباص اللي بيلفّفكم الشغل ده عارفينه؟ فهي بتاخد الرحلة دي كل أسبوع، طلع معاها الباص وهي مش شايفاه طبعًا، طلع معاها وقعد معاها الرحلة تعتبر مش طويلة، بس هو بعد عنها كتير، هي قاعدة في أول الباص وهو قاعد في آخر الباص، بقى لحد أمّا في واحدة كبيرة جات تطلع الباص، فهي راحت قايمة لها وجات عند نُص الباص، فبقت المسافة من عندها لعنده 5 متر، فابتدى يضبط الtime ضبطه 10 دقايق، وأنا كده هابقى أنزل المحطة الجاية، على بال ما يروحوا المحطة الجاية كان الطريق ده اتزحم، بدل ما هيتعدّى حد واحد إن هُم قريبين من بعض بدل ما هُم كانوا في مساحة بعيدة 10 متر بقوا 5 متر، فده التعدّي رقم 1. ثانيًا بقى الزحمة هيموت، بالذات إن جات عربية جنبه محمّلة حاجات فيها حديد وبتاع وعمّال يبُص لها كده، فلو عدّى 10 دقايق خلاص هو في خطر. فالمهم راح عامل إيه، راح نازل من الشباك بتاع الباص وهو ماشي، قعدوا يقولوا له: "اوعى أنت بتعمل إيه، اوعى تقول لهم سيبوني أنتم مش عارفين حاجة." ومش عارف إيه، افتكروه هيموّت نَفْسه والّا وكانت الدنيا بقى ابتدت برق ورعد ومطرة وبتاع يعني في برق ورعد ما يقرّبش من المَيّة عشان ممكن البرق يضرب المَيّة ويتكهرب. فهو عمّال يبُص للمَيّة ويبُص لها عشان هي كانت في الباص وهي قلقانة بقى الشخص اللي واقف ده بيعمل كده ليه، فالمهم إيه وهو واقف هو كان لابس كاب، وهو واقف الكاب ده راح طاير من على شعره، فقالت اسمه بقى، اسمه لي دونج جين، فهي حتى وهو واقف قالت اسمه فقال دي عارفة اسمي، فهو خلاص بقى عارفين إن هو هينُط أو عارف إن هو هيموت، راح ناطط وسلِّم أمره لله بقى. الإسعاف جات الحمد لله خدته، بعد أمّا صحي في المستشفى قال أنا كل الفرضيات اللي أنا حطيتها دي اخترقتها، وما حصليش حاجة.
فده إيه بقى، ابتدى بقى يدرس الموضوع بقى إيه واحدة، واحدة كده، وفي حاجات بجد مبهرة جدًا، مبهرة، مبهرة، مبهرة هيكتشفها، منها إن هو كل الناس اللي بيحبوها اتأذوا، طب الناس اللي حبِّتهم إيه وضعهم؟ فاهمين؟ ابتدى بقى يفكّر بالعكس. ف ده كان المسلسل، ومش مش عايزة أحرق لكم لإن بجد هيبقى في عامل مشترك مش هيبقى باين خالص، خالص، خالص ما بين البنت دي وما بين حد تاني، مش هيبان غير في الآخر. لو عايزين الأحداث كلّها بصوا اتفرّجوا على الحلقة الأولى وعلى الحلقة التانية، الحلقة الرابعة أو الخامسة بتبتدي بقى الأحداث كلّها. الفكرة بس اللي ملّاني منّه إن هو كل شوية عمّال يعيد ويزيد في الأحداث، وبعدين جاب لنا أحداث اللي هو الشخص اللي هو صاحبه ده اللي هو اتعرّف عليه في الجامعة وشوية ومع شغله وما جابوش حاجة عن البنت في أول الحلقات خالص غير هي يا دوبك حياتها في المدرسة وبعد كده ما عرفناش عنها حاجة، فحسيت إن إحنا حاسين بالواد ده أوي، و والواد ده طلع حاجة جامدة جدًا وشايل حِمل صحابه بطريقة هو أنتم في آخر الحلقة هتحترموه أوي، ومبسوط باللي هو بيعمله. ف ومن غير ما حد يعرف، يعني هو بيعمل ده من غير ما حد يطلب منه. I recommend it بجد I recommend it I recommend جدًا، جدًا. You have to watch it and tell me يعني قولوا لي إيه رأيكم بعد أمّا تشوفوه، وهل شُفتوه والّا لأ، وعجبكم والّا لأ؟ And yes that was the gossip of today. Hope you enjoy it. مش هاوصيكم تعملوا like share وcomment وsubscribe عشان يوصل لكم كل جديد. And yes see you in another gossip. Bye.